قدم برشلونة لوسائل الإعلام مدربه الجديد أرنستو فالفيردي، والذي تسلم مهام تدريب الفريق إثر مغادرة لويس أنريكي. تقديم فالفيردي تم صباح هذا اليوم رسميا في ملعب الكامب نو رفقة رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو مدربا للبلاوغرانا في الموسمين المقبلين. هذا وأبدى المدرب الجديد جاهزيته لخوض مغامرة أخرى تضاف لتجاربه السابقة، لكنها تحمل طابعا خاصا مع فريق لعب له سابقا، ما يضاعف شعوره بحجم المسؤولية في الإدارة الفنية لناد يمتلك نجوما كبار وينافس على إحراز البطولات على واجهات مختلفة، وفق ما ذكره في أول مؤتمر صحفي يحضره كمدرب للبارسا. أتمنى أن أحقق النجاح مع برشلونة وأن أكون في مستوى الثقة التي وضعوها فيه. سأوظف بطبيعة الحال كل أفكاري وفلسفتي لإنجاح الأمر. قدمت من أتلتيك بلباو حيث الذكريات الجميلة. لقد كان قرار الرحيل صعبا، والآن أريد أن أفتح صفحة جديدة مع برشلونة عنوانها الألقاب والنجاح. تجربة فريدة أن أدرب برشلونة وأن أدرب أيضا لاعبا من قيمة وحجم الأرجنتيني ميسي، وهذا شيء رائع. من جهة أخرى أعرف التحديات التي تنتظرني مع برشلونة، وسأعمل جاهدا للحفاظ على طريقة لعب الفريق، لذلك فالتحديات ستكون كبيرة وصعبة، وأنا جاهز لهذا الأمر.